السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ النهاردة هنعمل رز بلبن بطريقة سهلة جدا واقتصادية وموفرة، مش مكلفة خالص، ومن غير ما نحط كريمة لباني ولا قشطة من بره ولا اي حاجة خالص. هنعمل باللبن الطبيعي اللي بخيره وشوية رز وشوية سكر بس، خلاص على كده. بس قبل ما نبدأ الفيديو ياريت لو لسه ما اشتركتوش تشتركوا في قناتي احلى وسهلة مع صافي، وتفعلوا الجرس وكلمة الكل علشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي. ويلا بينا نبدأ الفيديو، وتعالوا معايا نشوف الرز بلبن يتعمل ازاي بأسهل طريقة وممكن في 10 دقايق كمان. معايا كيلو لبن بخيره، يعني مش محتاجة احط قشطة لباني ولا ازود اي مادة كريمية عليه، يعني هو بخيره فيه القشطة بتاعته. بس قبل ما هنزل بالرز هنزل عليه بكوباية مية، لان كوباية المية دي هي اللي بتخلي الرز ينزل النشا بتاعه. طب الرز قد ايه بقى الكيلو لبن؟ هو نص كوباية رز بس اهو. شايفين القشطة اللي على الوش؟ نعلي النار طبعا. مش هحط السكر ولا الفانيليا دلوقتي، لو حطيت السكر دلوقتي الرز هيتلسع وممكن يلزق في الحلة من تحت، فهنحط السكر لما الرز يستوي. شايفين القشطة؟ واول ما اللبن يبدأ يغلي هوطي عليه النار خالص واسيبه يستوي براحته. اهدي عليه واغطيه واسيبه يستوي بقى على مهله. وبرده ما ننساش نقلب الرز من وقت للتاني علشان ما يلزقش حتى لو النار هاديه. يعني نتابع من وقت للتاني التقليب علشان الرز ما يلزقش في الحله من تحت. كده خلاص الرز استوى اهو. هنزل بقى بالفانيليا، والسكر حسب الرغبه، ممكن نص كوبايه سكر، ممكن كوبايه الا ربع، كل واحد حسب الرغبه في السكر. هنزل بالسكر ومعايا هنا نص كوبايه ميه ومعلقه نشا واحده بس. انا بحب احط للرز بلبن نشا، بيديله برضو قوام كده كريمي جميل. وهنزل بمعلقه النشا، وطبعا لازم اقلب بسرعه علشان ما يكلكعش معايا. شايفين القوام تقل ازاي؟ كده تمام قوي. ما شاء الله، شايفين؟ يلا بقى نغرف في الاطباق ونقدم احلى رز بلبن. يلا بقى نغرف مع بعض. ما شاء الله ما شاء الله، شايفين الجمال؟ تعالوا بقى نشوف الرز بلبن الجميل ده. شايفين عامل ازاي؟ يلا جربوا طريقتي وقولوا لي رايكم ايه.